السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهارده بفيديو جديد هيعجبكم ان شاء الله بشيء الرحمن. وقبل ما نبدا نصلي على النبي، الف صلاه عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو بتاع النهارده ساعه صورت لكم عملت ام كلثوم، قلت لكم الظرف ده فيه حاجه جميله هوريها. تعالوا اوريكم ايه الحاجه الجميله دي وان شاء الله تعجبكم كلكم. نفتح الظرف. ايه هي الحاجه الجميله؟ ال 20 جنيه. ال 20 جنيه ديت في حد كتب لي في الكومنتات قال لي في 20 جنيه هتلاقيها في السوق. انا صحيح دورت عليها ونزلت ولقيتها. واي حد يا جماعه نفسه في عمله او عنده في عمله هو عاوزها، مثلا انا اجيبها له واصور عليها يكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله بشيء الرحمن ادور عليها ان شاء الله بشيء الرحمن واجيبها. انزل السوق وادور عليها واجيبها ان شاء الله بشيء الرحمن. ما تنسوش معايا يا جماعه الكومنتات بتاعتكم، ما تنسوش معانا يا جماعه الاشتراك بتاعكم معايا وتفعلوا الجرس واللايكات، يعني ده كرم منكم ليس امر يا جماعه. هنيجي بقى نتكلم ايه على 20 جنيه بتاعتنا. 20 جنيه بتاعتنا جامده. ايه زمان دي كان لها مكانه جامده قوي غير النهارده. ال 20 جنيه بقى ديت يا جماعه زمان ايه، شفت شكلها دي هتجي بقى ايه زي كل مره بنقول ايه ال 20 جنيه ايه البنك المركزي المصري، وده الرقم بتاعها هنا. ايه سنه كام بقى؟ القاهره 2 اكتوبر 1976 السبعينات. ماشي، شفت الشغل بتاعها من هنا. لو بصيت من هنا كده ال 20 جنيه يا جماعه، لو حد عنده 20 جنيه ديت خشنه من فوق وناعمه هنا كلها من النص وخشنه من هنا، يعني ممكن نقول ايه صعب جدا تتزور. بص بقى ال 20 جنيه وشفت تصميمها وجمالها، يعني كمان هي شبيهه طبعا ال 20 جنيه بتاعتنا النهارده، بس في فرق يا جماعه بقى. خلي بالكم 20 جنيه بتاع زمان غير 20 جنيه بتاع النهارده. ال 20 جنيه بتاع زمان اكبر من 200 جنيه بتاعتنا النهارده. شفت المسافه قد ايه؟ في فرق طبعا بين ال 20 وال 200. بص شفت الفرق قد ايه؟ في لا يقارن اصلا. زمان ال 20 جنيه ديت كانت بتجيب حاجه، كانت بتجيب حاجات مش حاجه. النهارده ال 200 جنيه النهارده ما بتجيبش اكل، بس البركه دي من عند ربنا، هي ماشيه بستر ربنا. ربنا يدوم علينا ستر ويحفظنا ويحفظ بلدنا يا ارحم الراحمين، ويحفظ بلدنا من كل سوء يا رب. ماشي، تعالي بقى ايه اوريكم بقى ايه الظهر بتاع ال 20 جنيه ده. ايه الوش بتاعها؟ شفت الشغل بتاعها عامل ازاي؟ تعالي بقى نشوف الظهر. الشغل بتاعها ده بقى الظهر بتاعها يا جماعه. في طبعا شايفين الشغل الفرعوني كله، طباعه ذات نفسها طباعه جيده جدا جدا. ماشي، هنا كده نعومه، هنا كده، هنا كده خشونه جدا، هنا كده في خشونه برده. الورقه ذات نفسها ثقيله جدا محمله، غير ورقه ال 200 جنيه خفيفه. لا الورقه بتاعتها ما شاء الله سميكه ثقيله حلوه. ماشي، غير ورقه الورق النهارده، ورق النهارده خفيف، بس هي تحس ما شاء الله زمان كان خير كتير. دي ال 20 جنيه يا جماعه. وده زي ما احنا قلنا كده البنك المركزي المصري، هنا القاهره 2 اكتوبر 1976. البنك عن البنك المركزي المصري، ده قيمه الوزير المالي محافظ البنك المصري. ماشي، ده القيمه بتاعته. تعالي فيها ايه تاني ممكن انا ما شفتهوش. هنا الرقم بتاعها. هنا بقى ايه، هنا بقى فيها خشونه كده من هنا ومن هنا كده. هي ما شاء الله تصميمها حلو جدا. لو شايفين الكتابه، انا مش شايفه الكتابه تحت، لو انتوا شايفينها يبقى قولوا لي عليها كومنتات عندكم تحت. يا رب اي حد يعجبه حاجه يقول لي عليها وان شاء الله بشيء الرحمن واجيبها لكم. هي العملات بتاع زمان اصلا كان كلها جميله جدا وتصميماتها كانت حلوه وذكريات يا جماعه احنا بنجيبها، يعني بنعرفكم بتاريخنا. انا يا جماعه بجيب العملات، يعني ما اعرفش حاجه عن العملات القديمه بتاعتنا او تاريخنا العظيم جدا في العملات. ماشي، انا بجيب لكم العملات ديت بتكلم عنها عشان كتير قوي منا يعني ما بيفتكرش الزمن الجميل بتاع زمان. الزمن الجميل القديم بتاع زمان كان فيه خير كتير وكان حلو جدا، يعني زي ام كلثوم ما اتكلمنا عليها. يعني احنا كنا ما نعرفش ام كلثوم لها عمله اصلا. انا كلمت على قلت لهم منها يا جماعه عملتين، كان لها الفضه والذهب. ال 20 جنيه بتاع زمان، شفت ال 20 جنيه يعني تحس اكبر من 200 جنيه بتاع النهارده. الورقه حتى اكبر من 200 جنيه. ده ليه زمان يعني بقول لكم الزمن الجميل ليه؟ زمان كان فيه خير. كان 20 جنيه ديت يعني ما شاء الله كان بيصرفوا منها ويحوشوا منها كمان، كان لها قيمه. غير النهارده انت بتفك ال 200 جنيه اكنك ولا اي حاجه خالص. ممكن تجيب لك اكله وممكن ما كملهاش كمان. يا رب فيديوهاتنا ان شاء الله بشيء الرحمن تعجبكم يا جماعه. يا رب الفيديو بتاعك كان عجب الله بشيء الرحمن. وحد برده كان قايل لي على 50 جنيه ان شاء الله بشيء الرحمن، انا برده وصيت عليها ان شاء الله بشيء الرحمن. واما تجيني صور برده عليها الفيديو. واي حد فيكم يؤمر ماشي، اي حد ان شاء الله بشيء الرحمن شايف فيها فلوس انا ما جبتهاش تاني ممكن يقول لي عليها ان شاء الله بشيء الرحمن واجيبها واصور لكم عليها فيديوهات بشيء الرحمن. اي حاجه اقدمها لكم تعجبكم بشيء الرحمن. وشكرا لكم على استماعكم على الفيديو ومشاهدتكم عليه. وما تنسوش معانا تفعلوا زر الجرس واللايك والاشتراك بتاعكم يا جماعه. ليس امر ماشي، بس هو فضل وكرم منكم بيفرق معانا طبعا اللايك والمشاهده والاشتراك. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.